يوتيوب اللي نشوف فيها بعض الأسر بتنجرف وبعض السيارات بتنجرف بسبب إهمال من قائد المركبة. يظن أنه معاه دبابة وغواصة وسفينة في نفس الوقت، بينما هو معاه سيارة وزنها طن، طن ونص كأقصى تقدير. فوزن السيارة السيدان حوالي طن، طن ونص، وإذا جينا للسيارة الإسعاف اللي ورايا فبنتكلم على يمكن 3 طن. كم وزن الماء؟ المتر الواحد من الماء وزنه طن. متخيلين هذا الكلام؟ طن، 1000 كيلو جرام. لما تدخل بمجرى ماء ارتفاع قدمين بس يعني 60 سنتيمتر، فأنت بتتكلم على سيارة وزنها طن ونص بتحاول توقف أمام عشرات الأطنان اللي بتدفوها من الطرف. فالفورس أو القوة اللي بتدف السيارة من الطرف تعادل 10 إلى 15 مرة من وزن السيارة. فلما تمر قدامك شاحنة وتقدر تعدي مجرى، لا تقارنها بسيارتك اللي وزنها طن أو 2. فأرجوكم انتبهوا على أنفسكم وخلي عندنا شوية حكمة. إذا الموية راكدة وما هي ماشية وتظن أنه سيارتك تقدر تقطع هذا المكان، ادرس المكان بشكل جيد واعرف الأماكن العميقة من غير العميقة، وبعدين اتخذ القرار بحكمة أنك تدخل، ولا تعمل هذا الشيء إلا إذا كان ما عندك أي خيار آخر. دفاع المدني يقول لك عندك 30 ثانية تتصرف فيها إذا دخلت في مستوى عالي من الماء. فأول ما تدخل السيارة حاول تفتح الشبابيك، ولا تخاف، الشبابيك حتفضل شغالة حوالي دقيقة أو دقيقتين، لأنه الريليز عبال ما توصلها الموية وتتفاعل فيها حيكون معك وقت كافي. فالعياذ بالله لو دخلت في كمية ماء كبيرة حاول تفتح الشباك. لو في أطفال في السيارة حاول تخرجهم أول وبعدين تخرج نفسك وتسبح إلى الخارج. حاول تتعامل مع الأمر بأكثر ما يمكن من هدوء. راح أحط لكم الرابط اللي يشرح هذه المسألة، أرجوكم شوفوا. نهاية الحلقة أسأل الله أن يحفظكم أنتم وأحبابكم وسياراتكم في أمان الله.